الموت لا والد يبقي ولا ولدا. دير بالك على صلاتك، دير بالك على صومك، دير بالك على علاقتك بمحمد وآل محمد، دير بالك على زيارتك. الموت لا والد يبقي، لا والدا يبقي ولا ولدا. هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. صح لو لا؟ أنت ونفسك، أنت وذنوبك، عوف كل شيء هسه، أنت وروحك بعد. عيش هاللحظات، اخذ موعظة. الموت الموت الموت. رايحين بعيد ترى، رايحين زايد، هواي رايحين زايد احنا. إمامك زين العابدين يقول: أرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد رفت أجنحة الموت فوق رأسي. رايحين زايد ترى، دير بالكم بنادم، دير بالك. الموت لا والدين يبقي ولا ولدا. هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، للموت فينا سهام غير خاطئة. من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. يا ما باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا ابنه؟ باكر يسألونك وتتحاكم، وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ يا ابن آدم التفت واسمع الصوت. يا ابن آدم التفت واسمع الصوت. لا تغرك ولد واموال وبيوت. اش ما يا تريد تعيش تاليها تموت، وتدري ملك الموت ما يتفاهم. يوم المصادف اليوم 15 من الشهر الثاني لعام 2023. اليوم هذه العائلة المجاهدة، عائلة بيت عكش، طبعا مكونة من مجموعة مجاهدين. اليوم المجاهد هاشم خلف عكش حقيقة اليوم يودع الحياة ليرتحل إلى حياة الآخرة بعد أن قضى حياته الدنيوية في شوط كبير قطعة من الجهاد. أيضا راح نشوف ندخل على اليوم في هذا اليوم التاريخي. أيضا نشوف المعزين حقيقة لهذه العائلة المجاهدة اللي قطعت كثير من عمرها في الجهاد. وطبعا أيضا كان هذا الجهاد هو نابع وينطلق تحت فتوى مرجعية آنذاك، مذ أن كان المجاهدين يقارعون النظام الصدامي البائد، وأيضا بعد سقوط النظام الصدامي البائد التحقوا في الجهاد ضد داعش، وأيضا كان تحت فتوى المرجعية الدينية مرجعية السيد السيستاني. أيضا نشوف هذه الروح الجهادية اليوم. أبو ناظم
خطه الجهادي ومقارعته استمرت طول فترة حياته حتى ارتحل من هذه الدنيا وهو يحمل لواء الجهاد. اليوم نحن في عزاء أحد الأخوة المجاهدين الأبطال الذين قاوموا النظام البائد طيلة حياته، ومن بعد سقوط النظام استمر هذا المجاهد البطل الشجاع الهمام بالاستمرار بمقاومة المحتل حتى إخراجه، ومن بعد ذلك لم يكل ولا يهن على ظلم القاعدة، فاستعد لهم وقاتلهم أشرس قتال حتى أمكنهم الله سبحانه وتعالى من القضاء على القاعدة. ومن بعد ذلك استجاب إلى نداء السيدة زينب وذهب إلى سوريا للدفاع عن مقام السيدة زينب ومقاتلة الدواعش هناك. ومن بعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى الدفاع عن الإمامين العسكريين في مقاتلة الدواعش المجرمين. هذا الرجل ينطلق من عائلة مجاهدة مضحية التي تتمثل بأخيهم الأكبر الحاج أبو كاظم المياحي أمر لواء 17 بالحشد الشعبي، الذي كان مجاهدا شرسا قويا مؤمنا طاعا لله سبحانه وتعالى، متشرع بكل حركاته الإسلامية الجهادية، منفذ إلى أوامر المرجعية بحذافيرها. رزقهم الله سبحانه وتعالى هذه العائلة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أخوته الباقين كلهم في السجون، قضوا كثير من السنين في السجون. أخوهم الأصغر كان عمره 12 سنة وكان عنده كل المعلومات التي كانت تخص الحاج أبو كاظم وأبو ناظم في عملهم الذي كان يتمحور في زمن صدام حسين لقصف القصور الجمهورية والمديريات الأجهزة الأمنية القمعية، بحيث أوصلوا النظام وصدام حسين أنه لا ينام في قصوره الجمهورية، ينام في السراديب والأماكن تحت الأرض من شدة الضربات التي وجهوها إلى بيوتهم. سؤال الأخوة بخصوص العائلة، عائلة الفقيد أبو ناظم أخو أبو كاظم، حقيقة العلاقة اللي تربطنا بيناتهم قبل لا أن نكون علاقة قضية أنه مسألة جهاد ومسألة دين، كانت علاقتنا جورة منذ الصغر، وفيما بعد كانت علاقتنا علاقة رابطة جهادية ورابطة مظلومية في نفس المظلومية اللي نعيشها وبنفس المحن اللي نعيشها إلى أن تحولت إلى حركة جهادية. من بعد هذا العمر المرير اللي خلصته هاي العائلة وكذلك العوائل اللي تعرفنا عنها، ومرت بحالات من الصعب أن يذكر من خلال مطاردتهم، من خلال مظلوميتهم. فكان هذا الرجل ذو ابتسامة، ذو طيبة، ذو جهاد عريق منذ نعومة أظافره إلى هذا الحد. وسبحان الله، الله ابتلاه بهذا المرض من بعد هاي المعاناة الجهادية. فهاي العائلة عائلة مضحية، عائلة صابرة زين، وهاي من خلال الجورة اللي كانت تربطنا، ومن خلال العلاقة الصداقة والقرابة اللي فيما بيناتنا، ثم العلاقة الجهادية اللي وصلت انه نعرف حقيقة هاي العائلة عائلة جهادية، ولحد هذا اليوم هي عائلة نظيفة بهذا المحتكر السياسي المرير. وأصبحت أنه هاي العائلة شاركت بالفتوى الجهادية، الفتوى العظيمة زين، إلى أن سبحان الله توافى هذا الرجل الأجل من بعد مصيب الصعاب. الحمد لله على كل حال. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يمشي وهاي ساعات تنوب. وين النهار؟ وين البارحة؟ صارنا 3 أيام نقرأ